هذه 5 حروب في حياتك لازم انك انت تفوز فيها علشان تعيش حياتك وانت سعيد ومستانس. اول حرب هي حرب المقارنه مع الغير. بتشوف ناس كثير سبوك في اشياء انت تحبها، لا تخلي هذه المقارنه تكسرك ابدا، لان في الوقت اللي تسمح فيه بالمقارنه انها تدخل حياتك بتكون آخر لحظة فيها. الحرب الثانية هي حرب الالتزام. في أيام كثيرة في حياتك ما بيكون فيها شغف مثل أول يوم أو ثاني يوم أنت بديت فيه، بس مع ذلك لازم أنك تلتزم بالشيء اللي بديت فيه علشان تقدر أنك تستمر، ومتى استمريت راح توصل. ثالثا حرب الصمت. لحظات كثيرة بتمر في حياتك بدون ما أحد يصفق لك، بدون ما أحد يقول لك يعطيك العافية على الشغل المميز اللي سويته، ومن هني يبدأ التميز إذا أنت استمريت. رابعا حرب الاستمرارية. الشغف والحماس هذا كله يروح، وبتمر عليك لحظات ملل كثيرة، لكن اللي يستمر رغم الملل هذا هو اللي بيوصل في النهاية. الحرب الأخيرة والأخطر هي حرب الأنا. أكبر عدو للإنسان نفسه، فلازم تعرف انك انت مش افضل واحد ولا احسن واحد. فمتى عرفت ان الاشياء هذه كلها مو بعندك بتكون عندك مرونة في تقبل الاخرين والتعلم منهم، وهنا تكمن نقطة نجاح اي انسان.